الديوث هو الذي يقر السوء في أهله، يقر السوء في أهله، يرى أحدا يدخل عليهم ولا يمنعه ولا يبالي، فهو يقر السوء في أهله، هذا هو الديوث. لأنه سبق أن الرجل راع مسؤول عن أهله، مسؤول عن رعيته، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فلا يجوز له أن يترك أهله على السوء وعلى مصاحبة الرجال، فهذا أمر خطير جدا. وكذلك وسائل الدياثة، كان يقر أهله على السفور، على الخروج والاختلاط بالرجال، يقرهم على ذلك، هذا لا يسمى ديوثا، لكنه هذا من أسباب الدياثة، لأن عدم الحجاب ولأن الاختلاط ولأن السفر بدون محرم هذه أسباب للوقوع في الفاحشة، فهي أسباب للدياثة.